لسه من شويه خارج من فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بعد معاناه حرفيا عقبال ما دخلت الفيلم، والمعاناه نفسها ما كانتش في الزحمه لان انا كنت رايح الفيلم بدري جدا. الفكره كلها ان هم كل شويه ياخروا في ميعاد عرض الفيلم، وانا اروح من سينما هنا لسينما هناك، لدرجه ان انا كنت هخش فيلم تاني اساسا. بس المهم ان انا دخلت الفيلم، وما علينا بالكلام ده، وخليني اكلمك في اللي انا شفته في الفيلم واقول لك ان الفيلم ده بكل المصاريف اللي اتصرفت عليه والدعم الكبير اللي خده الفيلم، لان انت بتتكلم في اكبر ميزانيه لفيلم مصري وفيلم عربي في التاريخ. فالفيلم ده بقى طلع بالشكل اللي احنا مستنيينه ولا قلش؟ والسؤال الاهم، غياب احمد الفيشاوي واحمد داوود اثروا على الفيلم بشكل سلبي ولا لا؟ هتكلم عن كل ده بكل صراحه طبعا، بس في الاول طالب منكم طلب صغير، ان انت تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس اكتر. بس كده يا معلم، هو ده الطلب، وانا عارف ان انت جدع وهتعمله. انا في الاول خالص كده مش هحرق اي حاجه عن الفيلم، عشان عارف ان لسه في ناس كتيره جدا ما دخلتش الفيلم ده، واكتريه الحاجات اللي انا هتكلم فيها موجوده في الاعلان بتاع الفيلم، فما تقلقش من الحته دي خالص. ومش هطول عليك اكتر من كده. فيلم ولاد رزق يا جماعه انا بصراحه بشوفه هو افضل واذكى سلسله افلام اتعملت في مصر، وكل جزء بيعلوا فيه عن التاني وبينجح اكتر من اللي قبله. وكمان فيلم ولاد رزق الجزء الثالث هو ابجريد كبير للجزء الثاني، واللي انا اقدر اضمنه لك ان انت لما تخش الفيلم ده سينما ان انت مش هتحس بلحظه او ثانيه ملل. ولو حد دخل اتفرج على الفيلم هتلاقيه صعب يقول لك ان كان في مشهد في الفيلم ما كانش ليه لازمه، وحتى لو في مشهد هو مش مؤثر على مستوى الاحداث بس على الاقل انت هتضحك فيه جدا. فمفيش بقى جو المط وان احنا نحط مشاهد ملهاش لازمه عشان نملى الفيلم وخلاص. قصه الجزء الثالث باختصار ان ولاد رزق سابوا السكه اللي هم كانوا ماشيين فيها، وكل واحد كمل حياته بالطريقه اللي هو كان عايزها. بس بتحصل مشكله، الرضا بتجبره ان هو يجمع اخواته من تاني ويرجعوا للسكه اللي رضا كل شويه عايز يبطلها. والكلام ده مش حرق للاحداث، الكلام ده موجود في الاعلان الرسمي بتاع الفيلم. الفيلم هو نفس الفورمات، نفس الحكايه بتاعت الجزء الاول والتاني، مع اختلافات هتفاجئك جدا بالذات في النص التاني من الفيلم انت هتلاقي ماشي في سكه ومره واحده انت هتلاقي مفاجاه مش هتتوقعها. ومش عايز اكمل اكتر من كده عشان ما احرقش اي حدث. وفي النقطه دي بقى حابب اقول ان المؤلف صلاح الجهيني تفوق جدا في الحبكه والتويست في الجزء ده عن الجزء الاول والتاني. انت في الجزء ده على الاقل هتشوف 2 3 بلوت تويست، كل تويست فيهم اغرب من اللي قبله. ده غير ان الكوميديا في الجزء الثالث انا شايفها اعلى من الجزء الثاني، ويمكن كمان اعلى من الجزء الاول. ودي يمكن الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تختلف معايا فيها في الفيلم، لان الكوميديا عامه اذواق. بس في كل الحالات برافو جدا لصلاح الجهيني. عجبني جدا اداء عمرو يوسف في الفيلم، وعجبني برضو ان هو واخد مساحه كبيره يعتبر زي مساحه احمد عز في الفيلم. عجبني جدا برضو كريم قاسم في الفيلم، وعجبني ان دوره مختلف عن الاجزاء اللي فاتت، لان هو هنا طالع ان هو مؤثر بشكل كبير جدا في الاحداث، واخواته بيعتمدوا عليه بشكل كبير، عكس جدا برضو الجزئين اللي فاتوا اللي هو تحس ان هو ملوش شخصيه قوي وسط اخواته. ولكن بقى اكتر ممثل فاجئني ويعتبر انا لسه عارفه من الفيلم ده وهو احمد الرافعي. عمل الدور بشكل جامد، وبصراحه كده عمل مشهد في الاول يخليك تسقف له عليه. مشاهد الاكشن والكوميديا بصراحه معمولين بشكل جامد وبشكل مبهر، وهنا فعلا انت هتشوف الميزانيه اللي اتصرفت على الفيلم بالذات طبعا في مشاهد الاكشن ومشاهد مطارده العربيات في الرياض اللي يعتبر اصلا اكتريه فلوس الفيلم اتصرفت عليها اساسا. فعلا مشاهد مطارده العربيات اللي في الفيلم الحاجه دي تحسها فعلا انتاج عالمي مش انتاج مصري او عربي عامه يعني. وبالمناسبه برضو انا وناس كتيره برضو كانت مقلقه شويه ان الفيلم ده ممكن يكون رايح لدعايه للرياض وموسم الرياض وكده، بس بصراحه ده ما حصلش. المشاهد اللي اتصورت في السعوديه هي بصراحه اكتر مشاهد في الفيلم هتشدك وانت بتتفرج عليها. بالنسبه لعلي صبحي هو كان اختيار كويس وشخصيته هتحبها، بس في سلبيه كده هتكلم عليها. وانا عمال اتكلم على الحاجات اللي عجباني في الفيلم، مش عارف ليه حسيت للحظه كده ان انا عامل زي عمرو اديب وهو قاعد تلت ساعه يشكر في الفيلم. بس بصراحه وبدون اي مجامله ولا انحياز لحد، انا كده مش هكسب حاجه لو الفيلم وحش وطلعت قلت عليه حلو عامه. بس هي الحقيقه بصراحه ان الفيلم كويس جدا. عادي ممكن انت تختلف معايا في الراي، ممكن الفيلم ما يعجبكش، لان هي دي عامه اذواق الناس، ممكن حد يعجبه حاجه حد تاني ما تعجبهوش. بس انا بتكلم عن الفيلم ككل، فهي اللي انا بقوله ده مش مجامله للفيلم على قد ده اللي انا شفته فعلا. فطبعا كل الاراء انا بحترمها، يعني لو حد شافه وانا بتكلم ان انا جاملت الفيلم زياده عن اللزوم ده الحقيقه اللي انا شفته، ان الفيلم فعلا عجبني وده اللي انا كنت عايز اقوله. طبعا في سلبيات انا هتكلم عنها دلوقتي، بس برضو السلبيات دي من وجهه نظري انت ممكن تشوفها مش مؤثره، وهي فعلا السلبيات دي مش مؤثره، بس انا برضو يعني حابب اتكلم عنها يعني. ويلا بينا نخش في الحاجات اللي ما عجبتنيش شويه، وبصراحه هي قليله مش كتيره. اول حاجه، هل علي صبحي عوض غياب احمد الفيشاوي؟ انا بصراحه شايف لا، هو بصراحه ما عوضش غياب احمد الفيشاوي قوي. ممكن علي صبحي يكون عوض شويه غياب احمد داوود، لان شخصيته في الفيلم قريبه جدا من شخصيه عاطف. فلو بصراحه احمد الفيشاوي كان موجود في الفيلم ده انا شايف ان الفيلم ده كان هيروح في حته ثالثه خالص. ولكن عامه يعني هو الفيلم ما تحسوش ان هو اتاثر قوي بغياب اي حد، بس انا بقول لك ان لو كان احمد الفيشاوي على الاقل موجود كان هيعمل اضافه كبيره جدا للفيلم ده. وبرده مش عارف الحته دي هتبقى حرق شويه ولا لا، بس انا بصراحه شايف ان هم كانوا لازم يبرروا اكتر غياب احمد الفيشاوي واحمد داوود. يعني احمد داوود ما حدش برر هو اختفى ليه اساسا، واحمد الفيشاوي اختصروا غيابه في جمله واحده. كنت منتظر بصراحه ان يكون في فلاش باك للي حصل لعاطف ورجب عامه في الفيلم يعني، ولكن ده طبعا ما حصلش. برده مشكله علي صبحي في الفيلم ان هو كان بيهزر كتير جدا، فمش كل حاجه كان بيقولها كانت الناس بتضحك او بتتفاعل معاها عامه يعني. محمد لطفي في شخصيه
الشربيني هو حرفيا طالع 3 مشاهد منهم مشهد هو ما اتكلمش فيه اساسا. هو كان بيعمل حركات الشربيني اللي كان بيعملها في الجزء الاول وتعبيرات الوش وكل حاجه، بس انا حسيت ان طبقه الصوت بتاعت الشربيني عامه مش هي دي طبقه الصوت اللي كان محمد لطفي عاملها في الجزء الاول. بصراحه انت مش هتحس قوي يعني شخصيه الشربيني في الجزء ده، يعني حرفيا هو كان جاي كده تقضيه واجب، انا حسيت بكده بصراحه وبس كده. انا كنت هنسى شخصيه الشايب بصراحه، برضو لازم ادي آسر ياسين حقه. آسر ياسين في الفيلم ده يعني قدم برضو اداء مختلف عن الاداءات اللي كان بيقدمها اخر فتره. ده المره دي هتحس فعلا ان هو يعني اللي هو شخص بلطجي وبيتكلم برضو طريقه كلامه وكده، واداؤه عامه هيعجبك جدا، وبرافو برضو آسر ياسين. هو في مشهد برضو في نهايه الفيلم بيمهد لك ان في جزء رابع وفي شخصيه جديده هتقف قصاد ولاد رزق، وده لو حصل هيبقى الجزء الرابع ملحمه كبيره جدا. في النهايه فيلم ولاد رزق الجزء الثالث هو فيلم عيد جامد قوي بصراحه، وزي ما قلت لك مفيش ملل ولا زهق، وهتخرج من الفيلم ده مبسوط جدا. مش عارف بس اتوقع ان الفيلم ده ممكن يكسر حاجز ال 200 مليون كايرادات يعني، ودي لو حصلت هتبقى حاجه كبيره جدا، لان فيلم بيت الروبي اللي هو اعلى ايرادات جاي 130 مليون، واتوقع ان فيلم ولاد رزق الجزء الثالث يعديه ويعديه بفرق كبير كمان. بس كده ده كل اللي عندي عن فيلم ولاد رزق 3، واوعدك ان انت هتنبسط جدا من الفيلم، واتمنى برضو ان انت تعمل اشتراك للقناه، وبرضو لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك عشان زي ما قلت لك في الاول الفيديو ده يوصل لعدد اكبر. وطبعا اي حاجه عايز تقولها اكتبها في الكومنتات، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.